ونيجي للمشهد اللي كلكم مستنيينه، الا وهو مشهد البوسة. السلام عليكم. الفيلم ده انا اصلا اتفاجئت بيه، يعني ما كنتش عارف عنه حاجه اصلا. انا قاعد في الكانتين فجاه لقيت احمد داوود ومنى شلبي على الشاشه. ايه ده يا جدعان؟ قال لك ده الهوى سلطان. ناس قالت ده فيلم دمه تقيل وبارد وكله في العربيه وبتاع، وناس تانية كتير وانا كنت منهم قلنا لهم ايه ده يا جماعه، ده اول مره نشوفه. هما بالنسبه لهم عايزين فيلم اكشن وحركه وضرب، لكن بالنسبه لواحد زيي شاف فيلم بطولة شخص واحد زي كاستاوي، أو فيلم بطولة شخص وكلب زي أنا ليجند، أو فيلم البطل بيحاول يخرج وهو محشور بين جبلين زي 127 Hours. فالفيلم ده بالنسبة لي كنز. الفيلم ده مليان ناس وأحداث وشخصيات وبس يا معلم. الفيلم بدأ من هنا وأنا اندمجت مع أحداثه وشخصياته واللمسات الكوميدية اللذيذة زي دخلة العروسة مثلا، لقطة الميك اب، ولقطة لما كانت منى لابسة اوتفيت على شبشب علشان مش عايزة تلبس كعب. دي كلها كانت حاجات كوميدية فعلا. وهوب كده بالكيك يجي أحمد داوود بالماستر سين المفضل والمحبب إلى قلبي، وهو لما سافروا وكان في العربية هو ومنى وبيحكي لها قد إيه هو زعلان إن هم بقوا في السن دوت ومحققوش أي حاجة، ولا عندهم بيزنس، ولا هم مرتبطين بحد، ولا عندهم ولاد، ولا حتى الكارير اللي هم شغالين فيه ده بيحبوه وعايزين يكبروا فيه. كأن احمد داوود دخل جوه دماغي وعرف انا حاسس بايه وقتها، لان هو داخل على 25 وحاسس ان انا لسه ببدا من الصفر، مع ان من الطبيعي ان شخص يكون لسه مخلص دراسه، وبعد ما خلص دراسه راح الجيش، طبيعي ان يكون لسه بيبدا من الصفر. بس السوشيال ميديا ما بتسيبناش في حل، لانك بتشوف واحد قدك او اصغر منك حقق كذا ودرس كذا وسافر كذا ومع عربيه كذا وانت لسه محلك سر. ونيجي للمشهد اللي كلكم مستنيينه، الا وهو مشهد البوسه. حقيقة يا جماعة البوسة دي أحيت فيها حاجات كتير أنا كنت فاكر إنها ماتت من زمان، ومش أنا بس الصراحة، ده كل الرجالة اللي كانت قاعدة بتتفرج. لا بهزر بجد. أنا شفت أفلام كتير فيها حاجة زي كده، ويمكن كمان فيها حاجات أكتر من كده شويتين تلاتة، زي لا كازا دي بابيل وإليت وغيره، لكن مش عارف يعني بتقبلها بره، لكن في ثقافتنا إحنا يعني ما أعتقدش إن ده ممكن يكون مقبول بالنسبة لي. وبس تقييمي للفيلم إني هديله الوسام الألماسي، لأنه أنا بحب التجارب دي يا جماعة، بحب تجربة بعدد قليل من الشخصيات وبتوصل رسالة مشحونة بمشاعر وأحاسيس كتيرة جدا مختلطة، وهو الفيلم بصراحة نجح في ده ونوع المفضل من الأفلام. وبس لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، ولو أنت على انستجرام وفيسبوك ما تنساش تعمل فولو، واستناني في الفيلم اللي جاي.